إن تحديات العصر الذي نعيشه الآن هي في الواقع تحديات علمية وتكنولوجية، وهو عصر لا تنافس فيه إلا من خلال العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وفي سباق مع الزمن وعلى قدم وساق، بدأ العمل ليل نهار لبناء أحدث حاضنة أفكار كخطوة نحو استراتيجية مصر 2030 لدعم العلم والإبداع والابتكار. مركز الابتكار كان ليه رؤية واضحة، تم المساهمة فيها من قبل خبراء في مجال الابتكار ريادة الأعمال، تم المساهمة فيها من قبل إدارة جامعة واعية لمستقبل أفضل ومستقبل البلد هتحتاجه لفترة من الفترات. هو ازاي ان احنا نغير العقول اللي عندنا في الجامعة، ازاي يكون عندنا جيل واعي بالابتكار، جيل واعي بريادة الأعمال، جيل قادر على خلق الفرص بجانب الدولة، ما يكونش فقط ان الدولة هي اللي بتوفر فرص للطلاب والخريجين، ويكون الجيل قادر اللي هو بشكل او باخر يوفر فرص، هو كمان يوفر دعم للدولة بشكل قوي بشكل او باخر. جامعة عين شمس لما اطلقت مركز الابتكار بشكل سنترالي في 2020 كان الدور الاساسي هو ازاي اللي احنا يبقى عندنا جيل واعي فاهم بالابتكار، فاهم برياده الاعمال، جيل قادر على تحقيق الاهداف اللي بيسعى ليها المركز من اقامه مشاريع ناشئه صغيره، من اقامه افكار قابله للتطبيق، من توجيه البحث وتوجيه البحوث بتاعتهم والافكار والمشاريع الى التطبيق بشكل او باخر في مجالات جميعا. كان طبعا في البدايه كنا بنواجه صعوبه في بعض الاحيان ان لما بنيجي بنروح كليات النظريه كان بيكون في الاول فكر اللي هو طب انا هعمل ايه؟ انا كليه حقوق مثلا، كليه اداب، كليه تربيه، ايه اللي ممكن اعمله في الابتكار رياده الاعمال؟ فلما قعدنا نتكلم مع الاولاد الحمد لله من خلال معسكرات تاهيليه خلال 3 سنين، بنتكلم في 21 22 23 السنه دي، خلال عده مراحل، خلال مسابقات زي مسابقه عين شمس تبتكر، المسابقه الاكبر لمركز الابتكار رياده الاعمال، بقى عندنا الحمد لله في كل كليات جامعه عين شمس تقريبا عندنا جيل فاهم بالابتكار رياده الاعمال، بقى عندنا المنافسه ما بين الفرق الطلابيه والفرق البحثيه في المسابقات اللي احنا بنطلقها زي عين شمس تبتكر، مسابقات الابتكار بالكليات، بيكون حقيقي منافسه شرسه جدا ما بين الافراد وما بين المجموعات، مش بس على زي ما اتفقنا على المجال الهندسي او المجال اللي هو قابل فيه موضوع تطبيق اكتر بشكل او باخر، ولكن لقينا حتى ان الكليات النظريه ابتدوا يوجدوا حلول لمشكلات كبيره جدا موجوده في المجتمع، زي التوعيه الثقافيه، زي التوعيه السياحيه، زي نشر ثقافه لتعليم متميز، وهكذا وهكذا. بعض الافكار الرائعه اللي كانت بصراحه وجدناها في الكليات النظريه والكليات العمليه ايضا. بدايتي انا دخلت اي كلوب ازاي دخلت اي هوب، كان عن طريق احد الاصدقاء رشحني ان انا ادخل نشاط زي ده. في الاول مسكت هيد ماركتنج في التيم عندنا في اي كلوب كليه الحقوق، فيما بعد بقيت بريزيدنت لاي كلوب كليه حقوق، وبقيت ممثل اي كلوب كليه حقوق في اي هوب وعلى مستوى الجامعه. دلوقتي اشتغلنا على حاجات كتير ومن ضمنها معسكر ستارت ماب. فكره المعسكر جات لنا من ان احنا بنشوف طلبه كتير جدا عايزه تعمل فكره او مشروع، بس ناقصها شويه حاجات مهمه جدا ان هم يشتغلوا عليها او تبقى عندهم الاول قبل ما يفكروا قبل ما يبداوا يشتغلوا على طول. وبالتالي كلمه ستارت ماب اقتبسناها، كلمه ستارت يعني شركات ناشئه، اقتبسناها من كلمه ستارت اب، شركات ناشئه. كلمه ماب هي تعني خريطه، ولكن معانا هنا معناها ان احنا بنحط الطلبه على نقطه البدايه، وبالتالي بنخليهم ان هم يمشوها ستيب باي ستيب، وان هم يبقوا عارفين طريقهم والخريطه اللي تقدر تخليهم فعلا يبتكروا وان هم يبداوا بيزنس خاص ليهم. تمام. فكره المعسكر وهي قايمه على اننا بنعيش الطلبه اجواء ان هم يشتغلوا في تيم، وان هم يقدروا يشتغلوا في تيم كبير ويبقى فيه تيم وورك وروح التعاون ما بينهم، وده شيء مهم جدا لو اي حد حابب ان هو يبدا بزنس خاص ليه.
وكمان ان هم يقدروا ان هم يبتكروا ويطبقوا اللي هم اخدوه معانا في المعسكر. ازاي؟ من خلال ان احنا دلوقتي بنقدم لهم سيشنز او يعني ورش تدريبيه خلال فتره المعسكر دي عن رياده الاعمال والابتكار والمهارات القياديه، من خلال المهارات القياديه منها التسويق والتخطيط والتيم بيلدينج، وازاي ان هم يعني كل حاجه حرفيا، والسوفت سكيلز كمان. ففي الاخر بيبقى الطالب ان هو طالع هو حرفيا يعني يطبق اللي هو اتعلمه وفي نفس الوقت استفاد. طيب احنا دلوقتي متقسمين في المعسكر على 4 تيمات. اول تيم هو تيم الميسرين، وتيم الاتش ار والتنظيم والميديا. ال4 تيمات دول بيبقوا مقتبسين من البورد اللي هو بورد اي كلوب. ليه مقتبسين من بورد اي كلوب؟ لان هم يعني عندهم خلفيه اي كلوب كليه حقوق بيعملوا ايه، عاوزين الرساله اللي عاوزين يوصلوها للطلبه هي ايه. فده كان هدفنا من اختيار الناس معانا. واخيرا حابه اوجه نصيحه او يعني حاجه بسيطه كده للطلاب اللي لسه منضمين جديد لكليه سنه اولى، تمام، ومش سنه اولى بس، كل الطلاب عموما. حاولوا تشتركوا في انشطه طلابيه بجانب الدراسه بتاعتكم. الانشطه الطلابيه مهمه جدا في النهايه، بتعد شخصيتك، تأهلك لسوق العمل بمعنى أصح، بتديك المهارات اللي سوق العمل دلوقتي بقى محتاجها بجانب طبعا التقدير. أنا كرقية بصفة خاصة يعني اشتركت في الأنشطة الطلابية. أولا بجانب دراستي يعني الحمد لله بعرف أوفق ما بينهم. في أوقات بيبقى في عجز بس يعني بنعديها. طب ازاي؟ أولا النشاط الطلابي، انت فترة الصبح بتبقى في الكلية عادي جدا تشترك في النشاط الطلابي، بتشتغل مع التيم، بتبقى بتنمي عندك مهارات القيادة من وانت في سنة أولى كلية. طيب وبجانب الدراسة انت اوريدي بعد ما بتخلص النشاط قد تكون تسمع محاضرات الدكتور، او لو محاضراتك مسائية فهيبقى سهل جدا بالنسبة لك ان انت تحضر المحاضرات. طب لو محاضراتك صباحية فانت اوريدي ريكوردات ممكن زمايلك يبعتوها لك، او ان انت تقعد تسمعهم بعد ما تروح، او ان انت تقسم يعني وقتك ما بينهم هما الاثنين. طبعا احنا عشان نقدر نشتغل بشكل انوفيتيف وشكل فعال لازم كنا يبقى عندنا الارم بتاعتنا او دراعنا اللي احنا يعتبر بنشتغل بيه في الكليات، وهو نوادي الابتكار. مشروع نوادي الابتكار، مشروع نوادي الابتكار الحمد لله يعتبر من انجح المشاريع اللي احنا عملناها في مركز الابتكار رياده الاعمال، وهو مشروع الهدف منه تكوين نشاط طلابي موجود في جامعه عين شمس، بالهدف منه نشر برضه الوعي بثقافه الابتكار ورياده الاعمال. وبيكون في كل كليه مجموعه من الطلاب وفي دكتور مسؤول عنهم، الاوفيسر عندنا في الكليه، في كل كليه من كليات الجامعه. وبيكون الهدف اللي احنا كل كليه يبقى فيها جيل يعتمد على نفسه، يبقى هو قادر يحط آلية خلال السنه كامله اللي هو يشتغل فيها، من بعض الاهداف يحققها، من بعض ورش العمل اللي يعملها، من بعض المسابقات اللي يطلقها وهكذا. الحمد لله السنه دي في 2023 نجحنا ان كليات كتير ابتدت اللي هي تبقى شغاله بشكل بروفيشنال، هم معتمدين على نفسهم بشكل ذاتي 100%. كليه الطب الحمد لله عملت معسكر تاهيلي كان قوي جدا خلال الفتره اللي فاتت، كليه الحقوق، كليه التربيه، كليه العلوم. فان شاء الله في الفتره اللي جايه هيكون المعسكرات التاهيليه، يمكن شهر سبتمبر هيكون اكتر من كليه هتعمل معسكرات تاهيليه قويه جدا. فالحمد لله النهارده احنا عندنا جيل فاهم، جيل واعي، قادرين اللي هم يحققوا الاهداف اللي هي بتاعت الاهداف ابتكار رياده الاعمال. الشق الثاني هو ازاي اللي احنا نربط الموضوع ده بالصناعه بشكل او باخر. من ضمن الادوار الاساسيه، والحمد لله يمكن جامعه عين شمس لسه يعني واخده جايزه قيمه جدا في مسابقه موزايك تبع صندوق دعم رعايه المبتكرين والنوابغ، كان خدت مركز اول في دور الجامعه وارتباطها بالصناعه.
الجامعه عين شمس من الجامعات الحريصه جدا بادارتها، يعني القويه جدا بادارتها، اللي هي عندها رؤيه قويه جدا ازاي تخلي دور الجامعه والصناعه الاثنين مرتبطين مع بعض، ازاي ان احنا نشتغل في المشاريع اللي بنشتغل عليها على مشاكل حقيقيه موجوده في الصناعه. كان الرؤيه بتاعتنا اللي احنا نشوف يبقى عندنا بارتنرز من الصناعه عندهم مشكلات حقيقيه نشتغل عليها. فكان في اخر حاجه كان الوينتر سكول، او كان برنامج مطلق ما بين جامعه عين شمس وجامعه برلين التقنيه في المانيا، وكان عندنا وينتر وسمر سكول او مدرسه صيفيه ومدرسه شتويه، وكنا الطلاب بتوعنا الحمد لله يشتغلوا على مشكلات حقيقيه في المجتمع في بعض يعني المصانع، وابتدوا اللي هم يشتغلوا زي يجدوا حلول ليها بشكل او باخر. ده بيخلينا نروح لشقين، اولا ان المشاريع بتكون بناءه، المشاريع بتكون بتحل مشكلات حقيقيه، والحاجه الثانيه بتخلي ان الصناعه بتوثق ارتباطها بالجامعه وبتحاول اللي هي بشكل او باخر اللي هي تتبنى هذه المشروعات وهذه الافكار. فده كانت الرؤيه، اللي احنا ما نشتغلش في جزر منعزله، ما نشتغلش بس اللي انا عايز اعمل مشروع او بحث علمي او فكره فقط اللي انا اطلع بيها لهدف يعني اللي انا بس اعمل بحث، ولكن الهدف اللي احنا نربط البحوث دي بالتطبيق بالصناعه، اللي احنا نشتغل على حل مشكلات حقيقيه تفيد في اقتصاد الدوله، تفيد في رؤيه الدوله بشكل او باخر. ريادة الأعمال والابتكار كان مختلف شوية عن قصة الاتحاد والكلام ده، ولكن أنا لقيت نفسي فيه أكتر. حاليا أنا بريزيدنت اي كلاب كلية التربية. طول السنة الحمد لله عملنا شغل كويس قوي. المفروض اي كلاب كان عندنا في الكلية بقاله سنتين، ولكن يعتبر أول سنة السنة دي اشتغل بشكل أكتيف قوي. يعني عملنا كذا حاجة. أول حاجة خالص شاركنا في ASU Innovate عين شمس تبتكر. الأول خالص عملنا مسابقة في الكلية عندنا اللي هي ايديو انوفيتورز، وأهلنا فرق طلعناها الجامعة، وعملنا انفو سيشن عن الاي كلاب عندنا في الكليه. شاركنا في اكتر من حاجه. واخيرا خالص عملنا معسكر تسلا، ده كان اكبر حدث حصل في الكليه عندنا. طبعا انا حابب اوجه الشكر الاول خالص لدكتور صفاء شحاته عميد الكليه، ودكتور وئام محمود، ودكتور اسلام عدلي من الاي هاب. طبعا الناس دي كانت في ظهرنا من اول يوم خالص في المعسكر. معسكر تسلا باختصار هو معسكر تاهيلي لسوق العمل. بندرس جوه كذا حاجه زي مثلا الماركتنج والاتش ار والبي ار لين ميثودولوجي وكذا حاجه عن كده. طبعا ده يمكن الطلبه عارفاه عنه بس هيدلاينز مش اكتر، ولكن احنا بندرس جوه كذا حاجه. المعسكر كان عباره عن 4 ايام، 3 ايام سيشنز وورك شوبس عن التوبكس دي. هو كل باختصار شديد جدا هو بيتكلم ازاي تو ستارت يور اون بزنس. يمكن اغلب الشباب بتفكر في كده دايما، يقول لك انا عايز ابدا البيزنس بتاعي، ابدا منين؟ طب اروح فين؟ احنا طبعا اهلناهم للقصه دي عن طريق سيشنز وورك شوبس. وطبعا اخر يوم خالص في المعسكر كان في زي برزنتيشن دي، كل الشركات عرضت. المعسكر باختصار كان عباره عن تيم، هو 4 تيمات، كل تيم عباره عن شركه، كل شركه ليها CEO مسؤول عنها، وتحت متقسمه ديبارتمنتس او سيكشن. يعني كل شركه ليها CEO ضمن طبعا طلبه، وتحتيها مثلا ماركتنج مانجر، PR مانجر، HR مانجر، وهكذا. فكل طالب بيكون مسؤول عن حاجه معينه، بيطلع اخر المعسكر يعرضها. وفي طبعا فوقي الايفالويشن بورد، تقييم، ناس بتقيم الكلام ده كله. في نفس الوقت في بروجكت مانجر وفي جنرال مانجر للمعسكر كله. دي ناس بتكون مسؤوله ان هي تاهل الطلبه وتوجههم انهم يمشوا ازاي بالظبط. وفي النهايه بس حابب اوجه رساله لطلبه سنه اولى اللي جايين من ثانويه عامه. طبعا انتم مريتوا برحله طويله جدا لمده سنه وداخلين مرحله جديده خالص، طبعا اللي هي الجامعه. الجامعه مش مقتصره بس على الدراسه وان انا اروح الجامعه كل يوم الصبح وارجع البيت واذاكر، لا خالص. الجامعه فيها انشطه طلابيه. حاول تشترك في اسر، في اتحادات، في الاي هاب، في الاي كلوب. حاليا الحمد لله الاي كلوب بقى في كل كليه في الجامعه، فنحاول تسال، انت تخش الجامعه واسال فين الاي كلوب بتاع الكليه، يوجهك لكذا حاجه. ان سوق العمل محتاج جدا جدا طالب يكون عنده سوفت سكيلز وهارد سكيلز غير الدراسه. في كتير جدا من الطلبه جايبه مجموع عالي وجايبه تقديرات، ولكن هي مش عارفه توظف ده في شغل. بيئه العمل او سوق العمل حاليا مش متطلب بس ان انت تكون شاطر في ماده علميه، لا خالص. في تكنيكالز كتير جدا في مصر ولكن ما عندهمش برزنتيشن سكيلز، ليدرشيب،
كوميونيكيشن، الحاجات دي كلها مش موجوده عند كل الناس. مين يعلمك الكلام ده؟ يعلمك الكلام ده النشاط الطلابي. من اول يوم ليك في الكليه او في الجامعه تلاقي ناس بتستقبلك من الطلبه، يسالهم فين هنا النشاط، ازاي ابقى زيك، ازاي يبقى طالب نشاط زيك، يفيدك انت الاول خالص لشخصك، ثم انك هتساعد الناس. فهي رساله وجيل بيسلم جيل، وهو رد الجميل مش اكتر. عشان نقدر نقول احنا ناجحين في اللي احنا بنعمله ولا لا، هل احنا عندنا ماشيين على الطريق صح ولا مش ماشيين، فكان لازم يبقى في زي مقاييس اللي احنا نقيسها. فكان عندنا كي بي ايز، عندنا اللي احنا نوصل مثلا ل 10% من طلاب الكليات. فالحمد لله بشكل او باخر السنه دي في 2023 قدرنا نحقق ده. يمكن بالعكس في كليات زودنا على الموضوع. يمكن كليه الزراعه خلال السنه اللي فاتت احنا بنتكلم في اكتر من 3000 مستفيد من كليه الزراعه فقط، من كليات ثانيه زي كليات الحقوق، كليات التربيه، كليات العلوم. يعني باجمالي العدد المستفيد يتعدى 6000 مستفيد من طلاب على مستوى جامعه عين شمس. فده يخلينا الحمد لله احنا قادرين نوصل، قادرين نكمل. كل يوم بنحاول نطور في الفكر بتاعنا، بنحاول نطور ازاي نخلي المشاريع مرتبطه اكتر بالصناعه بشكل او باخر. احنا الحمد لله في جميع انشطه مركز الابتكار رياده الاعمال، جميع انشطه مشروع نوادي الابتكار كلها مدعومه من قطاع التعليم والطلاب. دكتور عبد الفتاح حقيقي بيزقنا بشكل قوي جدا، بيدفعنا دايما للامام، بيحسنا ان احنا نعمل شغل قوي جدا. انزلوا الكليات، حاولوا تتكلموا مع الاولاد، حاولوا توصلوا لهم، حاولوا تخلوا الكليات عندهم فكر اللي انا مش جاي بس اتعلم. الجامعه هي مش مكان اللي انا اجي اتعلم فقط فيه بشكل او باخر واخرج بمعلومه او بنولج معينه بشهاده علميه. الجامعه هي سيستم كامل لازم اخرج فيه لما اتخرج منه اكون عندي القدره على حل المشكلات، القدره على اضافه شيء جديد للمجتمع، اضافه شيء قيمه اقتصاديه للدوله بشكل او باخر. اعتقد ان شاء الله في خلال السنتين الجايين على 2025 هنحقق جزء كبير جدا من الرؤيه بتاعتنا. نتمنى ان احنا يعني نوصل للكليات الجديده اللي لسه فاتحه زي كليه الاثار، كليه الطب البيطري، اللي احنا نكون عندنا مجتمع نشاط طلابي اي كلاب موجودين في الكليات دي. عندنا نتمنى ان احنا نتعدى كمان سور الجامعه، نكون عندنا شراكات مع جامعات ثانيه، وده موجود الحمد لله بالفعل دلوقتي، ولكن نوسع هذه الشراكات مع جامعات ثانيه على مستوى الطلاب، على مستوى الباحثين، على مستوى الرؤيه، على مستوى الصناعه حتى في الدوله، على مستوى مؤسسات الدوله والوزارات المختلفه. نتمنى ان شاء الله في يوم من الايام ان احنا نكون بنينا جيل قوي للابتكار رياده الاعمال في جامعه عين شمس، قادر على حل المشكلات، قادر على خلق الفرص بشكل او باخر. نتمنى ان احنا ان شاء الله نكون عندنا يعني نمشي بالتوازي مع رؤيه مصر 2030، نقدر ان احنا نساهم ولو بقدر بسيط حتى في رؤيه مصر 2030، نقدر بشكل او باخر نضيف للدوله، نكون قيمه مضافه للدوله، طلابنا يكونوا يعني يتخرجوا يقولوا دول طلاب جامعه عين شمس بشكل او باخر. أتمنى يعني أكون غطيت جزء كبير من الأنشطة المختلفة لمركز الابتكار ريادة الأعمال ومشروع نوادي الابتكار. أتمنى إن شاء الله يعني السنة القادمة يكون في نجاح أكتر، يكون في فائزين أكتر في المسابقات المختلفة. إن شاء الله إحنا بنحضر الحاجة قوية جدا خلال الفترة الجاية في مركز الابتكار. هيكون حاجة زي هاكاثون كده ما بين الطلاب المختلفة في جامعة عين شمس، ما بين تخصصات مختلفة. الهدف اللي إحنا نحل بعض المشكلات في المجتمع، اللي احنا نضيف قيمه مضافه لاهداف التنميه المستدامه، نشتغل على بعض الاهداف اللي احنا نطلع
بحلول في بعض الاهداف، منها يعني الحاجات اللي تهم مصر بشكل خاص وبتهم العالم بشكل عام، اللي احنا يكون عندنا اجيال قادره على اضافه حلول حقيقيه اللي هي يستفاد بها الدوله وتستفاد بها العالم بشكل او باخر.